الزمالك انسحب. الزمالك انسحب من الدوري. ده انا هنسحب. يعني انا كاهلي هطالب، او كجمهور الاهلي هطالب الاهلي بالانسحاب من الدوري. ده انا بلعب في الدوري المصري عشانك. ده انت اللي مصبرني على العبط اللي بيحصل في الدوري المصري يا عم الزمالك. ما تسيبنيش. انت جاي تسيبني دلوقتي؟ لا لا يا زمالك بالله عليك ما هو مين اللي زعله بقى؟ مين اللي زعله يا جدعان؟ كان عايز الكاس، ادوله الكاس. كان عايز يشارك في السوبر. هو الزمالك مش هينفع يشارك في السوبر لانه حصله في الدوري وحصله في الكاس وما خدش كاس الرابطه وحصله في كل البطولات. لو عايز يشارك في السوبر خلوه يشارك. لو عايز السوبر ادوله السوبر، ادوله الكاس، ادوله الدوري، بس ما ينسحبش. ما تنسحبش يا بائس يا محلي. ده انت اللي مصبرني. ده انت اللي مصبرني. هنتكلم عن اسباب انسحاب الزمالك من الدوري المصري، وهنتكلم عن الكابتن احمد شوبير اعطى رضا عبد العال دش ساخن وبارد الاتنين مع بعض. يعني دش سخن قوي نار، وبعديه دش تلج. دش تلج واحرجه امام الاعلام المصري كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت دعما منكم لاخوكم الاهلاوي. وتعالوا يا اخواتي يا اهلاويه عشان خبر محزن لجميع الاهلاويه قبل الزملكاويه. خبر محزن للاهلاويه: انسحاب نادي الزمالك من الدوري المصري. ايه ده؟ الاهلاويه يزعلوا ليه يا عم؟ نزعل يا عم، نزعل. ده هو ده الفاكهه، فاكهه الدوري المصري. فاكهه اللي كل ما ابقى متضايق بيفرحني. انا كاهلاوي كل ما ابقى متضايق من اداء النادي الاهلي يجي الزمالك يفرحني. فلازم ازعل على انسحابه. تعال نشوف اسباب انسحاب الزمالك ونكلم اتحاد الكره يدوم اي بطوله بالله عليكم. اي دوره رمضانيه يا جدعان. لو في فرقه ناقصه، في الدورات الرمضانيه في انحاء اسكندريه او القاهره او اي محافظه او اي حته، لو في فريق ناقص شاركوا الزمالك، ادوا له بطوله، فرحوه. ما هو لما بياخدش بطوله، لما ما بياخدش بطوله بيتقمص. لما بيبقى حصاله بيتقمص. لما لعيبته بتهرب منه بيتقمص ويقول لك انا هنسحب. تعالوا نشوف انسحاب نادي الزمالك ليه، بناء على البيان اللي اصدرته اداره مجلس نادي او مجلس اداره نادي الزمالك. بيقول لك انا مش هلعب اي مباراه في الدور التالي الا لما الاهلي يخلص ماتشاته. اشمعنى الاهلي بيتاجل له؟ ليه الاهلي بيتاجل له وانا لا؟ طب ما كذا، طب ما اشوفه كذا، طب ليه انا كمان عايز يتاجل لي؟ يا اما مش هلعب. يا بائس يا محل افهم. الموضوع مش خدوهم بالصوت يا حبيبي. مش لو كانت بالانسحابات، لو كانت الاداره او قوه الاداره بالانسحابات، فاسال اللي قبلك يا كابتن حسين لبيب. اسال اللي قبلك انسحب كام مره ورجع في كلمته كام مره وخسر كام بطوله بسبب الانسحابات. طب بيراميدز هيخش مكانكوا تاني في القصه دي وهيغفلكوا ولا ايه؟ فهمونا بس يا حبيبي. يا حبيبي انت شاركت في دوري السوبر ليج الافريقي. انت حصاله في التصنيف وما شاركتش. والاتحاد الافريقي لكرة القدم بنفسه هو اللي اكبر الدوريات او الفرق او الدوريات اللي فيه فرق منها مشاركه في الدوري السوبر الافريقي ان ماتشاتها تتاجل في الدوري. الماتشات المحليه تتاجل. ده قرار من الاتحاد الافريقي في البطوله اللي عملها الاتحاد الافريقي يعني بمساعده الفيفا او تحت علم الفيفا. بطوله خلاص هتبقى دوليه ورسميه من السنه الجايه، وهي اصلا رسميه من ساعه ما اتعملت. انت مشارك يا حبيبي في السوبر ليج؟ لا. طب انا اتاجل لي 3 ماتشات او 4 ماتشات او ماتشين 3 علشان مشاركتي في السوبر ليج. كاس العالم للانديه، انت تعرف يعني ايه كاس العالم للانديه؟ لا مش اللي كان في قطر. يعني اللي كان في قطر ده بتاع المنتخبات. في حاجه اسمها كاس عالم للانديه، معلش انت ما تعرفهاش ولا هتعرفها. يعني محتاج قرون علشان تعرفها عشان تشارك فيها. انت يا حبيبي مشارك في كاس العالم للانديه؟ لا. طب انا وصلت لقبل نهائي. انا وصلت ان انا بلعب على البرونزيه، يعني لعبت بتاع 3 ماتشات في كاس العالم للانديه. شوف دول يتاجل قصادهم كام ماتش في الدوري. ادي السوبر ليج وكاس العالم للانديه. طب السوبر الافريقي، انت لعبت في السوبر الافريقي؟
انت خدت افريقيا، انت خدت بطولة قارية، بقالك كام سنة انت اخر مرة واخد بطولة قارية؟ مفيش يا حبيبي. عشان كده انا عشان كده انا بيتأجل لي ماتشات. هتقول لي طب ما الترجي، هتقول لي طب ما الوداد، هتقول لي طب ما العراق، هتقول لي طب ما اي هري من اللي بتقولوه. هو الوداد مشارك في كاس العالم للانديه؟ هو الوداد كمل لحد نهائي افريقيا؟ حاجه في منتهى الضحك. حاجه في منتهى الضحك يا حبيبي. عايز تنسحب انسحب، خليك قد كلمتك بس. خليك قد كلمتك، مع ان انت لو بقيت قد كلمتك انا اللي هزعل. انا فرحت بانسحابك في ماتش الكاس اللي انا خدته من بيراميدز. انا زعلت، خدت البطوله وزعلت عشان انا عايز اخدها منك انت، بس انت جيت وعوضتني في الكاس ده. الصراحه يعني انت جيت وعوضتني في الكاس ده، فشكرا لوجود نادي الزمالك في حياتنا. ويا حبيبي بطل عياط والعب، كمل الدوري. بطل عياط، انت عشان عاشر يعني هتنسحب؟ خلاص يا عم هنديك الدوري، بس كمل الدوري. عايز الكاس خد الكاس، عايز السوبر مفيش مشكله. فبس البطولات القاريه ما اقدرش انا جاريك في البطولات القاريه. البطولات المحليه الاتحاد عندنا هو بيسهل لك الامور، اتحاد الكره بيسهل لك الامور، بس انت اللي بائسه محلي. نعمل لك ايه بقى؟ نعمل لك ايه؟ فبطل صياح بالله عليك. نيجي لكابتن احمد شوبير اللي بيدي دش ساخن وبارد في نفس الوقت لرضا عبد العال. اتفرجوا واسمعوا معايا. والله العظيم ما حاطينها في دماغنا، والله بتيجي لوحدها. بص الترندات دي بتيجي من حب الناس ومصداقيتنا ليهم. ما ترجعش تزعل لما يتقال عليك هجاص. انا مش هقول لك الناس بتقول ايه، بس هسألك سؤال. هو رضا عبد العال بيعمل معاك كده ليه؟ لا مش معايا، ده اسلوب رضا. هو رضا دخل في الاعلام كده مع كل الناس طريقته كده، مش معايا. بالعكس رضا على فكره، رضا علاقتي بيه كويسه جدا. فرضا مش معايا، رضا ده اسلوبه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو خالف تعرف. هو رايح في سكه، الناس كلها تبقى رايحه في سكه وبيروح في سكه تانيه من اجل الترند عنده طريقه والشهره. هو طريقه رضا كده، اداؤه كده، شغله كده، نقده كده، تحليله كده. مفيش مدرب بيعجبه، مفيش لعيب بيعجبه، مفيش فريق بيعجبه. هو ماشي في السكه دي، واكله مع بعض الناس، بتعمل له ترند، بتعمل له مشاهد، بتعمل له شعبيه. فهو ماشي في السكه دي، لا مع شوبير ولا مع مدحت شلبي ولا مع مش عارف مين، مع الناس كلها. فهو ده اسلوب حياه بتاع رضا عبد العال، مش معايا انا بس. طب ليه بيعتمد على يعني الاثاره وخالف تعرف ويهاجم كل الناس؟ ده بيعود عليه بايه؟ على فكره هو رضا من زمان كده، يعني رضا لما جالنا النادي الاهلي طريقته كده في حياته. بس هو دلوقتي ده بيعود عليه بايه؟ ماشي، عامل له شهره، عامل له نجوميه، عامل له مشاهدات. في ناس بتحب الاسلوب ده، في ناس بتحب يعني عشان الترند من الاخر. ده بيحب كده. طب ايه دش ساخن لخص الكلام كله بدون على فكرة أي غلط. وده يعني دليل على احترام كابتن أحمد شوبير. بدون أي غلط، ما غلطش فيه، قال فعلا اللي بيحصل. راجل بيمشي حسب الترند، راجل بيخالف تعرف. يعني مارسيل كولر واخد 6 بطولات مع النادي الأهلي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مارسيل كولر واخد 6 بطولات من أصل 8 أو 9 بطولات شارك فيهم، منهم كأس العالم للأندية ومنهم بطولة قارية. ما شاء الله طبعا. تقول عليه مدرب ما بيفهمش يا كابتن رضا عبد العال؟ كولر اللي واخد 6 بطولات من اصل اول 9 بطولات شارك فيهم، ما شاء الله. وفي طريقه ان هو ان شاء الله ياخد السوبر البطولة ال7، ووصل ادوار اقصائيه في دوري ابطال افريقيا كمتصدر للمجموعه. حاجه ما حصلتش مع النادي الاهلي من 6-7 سنين. ويطلع يقول عليه ما بيفهمش كورة ومضيع الأهلي، والأهلي بيكسب لوحده ومش عارف إيه وأي كلام فاضي. فده رد كابتن أحمد شوبير على كابتن رضا عبد العال. فطالما أنت بتحب الترند يا كابتن رضا، ما تزعلش لما حد يقول عليك هجاص، لأن أنت طلعت ترند علشان هجاص. سلام.